في العراق ولأول مرة نجرب الكاهي والجيمر. الكاهي والجيمر تعتبر أشهر وجبة ريوق عند العراقيين. إذا بتروحون العراق ضروري تجربونها. تعالوا نتعرف عليها ونشوف طريقة تحضيرها. الكاهي تقريبا مثل الفطير المشلتت. أول شي يتم تقطيعه بهاي الطريقة وينحط فوقه الشيرة، بعدها يحطون فوقه جيمر العرب ويتم تزيينه بالفستق، وهذا شكل الوجبة النهائي. عادة العراقيين يشربون معاها الحليب الممزوج بالجيمر والعسل. وهني أنا حاولت أقنع صاحب المحل يشغلني وياهم، بس للأسف طردوني من أول يوم وما انطوني الراتب لأني جبت العيد وحرقت إيدي بعد. احنا مو نايمين، سهرانين للصبح بس علشان نجرب هالطبق، صراحة يستاهل. تجربتنا كانت عند كاهي وجيمر رسول في بغداد. شارك هالمقطع مع شخص حاب تعزمه على كاهي وجيمر، ولا تنسى تتابعني لأن في فيديوهات أجمل وأحلى.